تخيل إنك ماشي في صحراء مفتوحة من أكتر من 1400 سنة، حر شديد، جبال وصخور في كل اتجاه، وفي قافلة مسافرة بتقطع مئات الكيلومترات وسط أرض شبه فاضية. واحد من المسافرين بيقف للحظات قدام صخرة كبيرة، بيطلع أداة حادة من الشنطة بتاعته ويبدأ يحفر كلمات على حجر. الكلمات دي كانت بسيطة جدا، بس بعد أكتر من 14 قرن هتتحول لواحدة من أكتر الاكتشافات اللي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة، لأن الكلمات دي بتحمل اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال بقى، هل الشخص اللي كتب النقش كان مجرد مسافر عادي، ولا احنا قدام أثر نادر جدا ممكن يكون خرج من إيد عمر بن الخطاب نفسه؟ يوم 9 يونيو هيئة التراث السعودية أعلنت عن اكتشاف أثري ضخم في محافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة. اكتشاف ما كانش عبارة عن قطعة واحدة أو نقش واحد، احنا بنتكلم عن 1774 عنصر أثري تم توثيقهم خلال مشروع مسح واسع النطاق. بس وسط مئات النقوش وآلاف الرسومات الصخرية، كان في نقش واحد قدر يخطف الأضواء كلها. نقش صغير في حجمه، بس الأسئلة اللي وراه أكبر بكتير من الحجم بتاعه. والغريب إن المكان اللي ظهر فيه النقش مش مكان عشوائي خالص، لأن محافظة المهد كانت زمان أشبه بمحطة بنزين عملاقة في قلب الصحراء. بس هنا بقى المفاجأة الحقيقية، النقش ده مش مجرد شوية كلمات محفورة على صخرة في قلب الصحراء، لأن أي نقش بيحمل اسم شخصية تاريخية بحجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيفتح باب كبير جدا من الأسئلة. مين اللي كتبه؟ وليه كتبه؟ وإزاي فضل موجود أكتر من 1400 سنة لحد ما حد اكتشفه النهاردة؟ الحقيقة علماء الآثار لما شافوا النقش ما اهتموش بس بالجملة مكتوبة عليه، بس اهتموا كمان بطريقة الكتابة نفسها. الخط الحجازي القديم اللي كتب بيه النقش يعتبر من أقدم أشكال الكتابة العربية الإسلامية اللي وصلت لنا، وده مهم جدا لأن الخط ده كان منتشر في العقود الأولى بعد ظهور الإسلام، قبل ما تظهر بقى أشكال الخطوط اللي احنا متعودين عليها النهاردة. الحروف وقتها كانت أبسط بكتير، مفيش نقط تقريبا ومفيش تشكيل، وأحيانا الكلمة نفسها كانت بتتكتب بطريقة مختلفة عن اللي احنا متعودين عليه، وده اللي خلى الباحثين يقدروا يحددوا الفترة الزمنية التقريبية للنقش، ويقولوا إنه فعلا راجع للقرن الأول الهجري أو قريب جدا منه. وده لوحده كفاية إنه يخلي الاكتشاف مهم جدا، لأننا بنتكلم عن أثر مكتوب في فترة قريبة جدا من عصر الخلفاء الراشدين، الفترة اللي تشكل فيها جزء كبير من تاريخ العالم الإسلامي. بس رغم كل ده برضه لسه مفيش دليل قاطع يثبت إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي مسك الأداة ونقش الكلمات بنفسه. وده فرق مهم جدا، لأن في ناس على السوشيال ميديا بدأت تتعامل مع الموضوع كأنه حقيقة مؤكدة، في حين إن الباحثين نفسهم أكتر تحفظا. هما بيقولوا إن النقش معاصر تقريبا للفترة وبيحمل اسم عمر بن الخطاب، بس تحديد الكاتب نفسه بشكل قاطع هو أمر صعب جدا، خصوصا إن الصخور ما بتسيبش توقيع واضح يقول مين اللي كتبها. وممكن جدا يكون شخص عادي عدى من هنا، أو أحد أفراد القوافل التجارية وقف دقيقة في الصحراء وكتب دعوة قصيرة لراجل وقتها كان من أشهر الشخصيات في العالم الإسلامي، وبعديها كمل طريقه وعدت قرون واختفت القافلة ومات أصحابها كمان واتغيرت الدول والحضارات. بس الكلمات فضلت موجودة محفوظة على الصخر ومستنية حد يقراها من جديد بعد أكتر من 1400 سنة. وده يمكن أجمل شيء في علم الآثار، إنه بيخليك تسمع أصوات ناس عاشوا قبلك بقرون طويلة. وعشان كده قيمة النقش مش في شكله الفني ولا في حجمه، قيمته الحقيقية إنه بيعتبر نافذة صغيرة جدا على زمن بعيد بيورينا الناس كانت بتفكر إزاي وبتكتب إزاي وبتتكلم إزاي. وفي النهاية سواء كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي كتب النقش بنفسه أو اللي كتبه واحد من المعاصرين، فإحنا قدام اكتشاف نادر جدا بيضيف قطعة جديدة لصورة تاريخية كبيرة لسه العلماء بيحاولوا يكملوها لحد النهاردة. اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات وقولوا لنا شايفين مين اللي ممكن يكون كتب النقش ده.